إخواني أحبابي الكرام، أتكلم وإياكم عن موضوع عظيم وموضوع مهم جدا، وهو أحبتي في الله كيف نستخدم التقنية الحديثة. هذه التقنية الآن دخلت في كل بيت وفي كل جيب، والآن أصبحت هذه التقنية في متناول الجميع من الشباب والبنات وجميع الفئات. ولكن كيف نستخدم هذه التقنية فيما يرضي الله سبحانه وتعالى؟ قال الله سبحانه وتعالى، اسمع وتأمل معي هذه الآية العظيمة. قال الله: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الله أكبر. كن داعية يا أخي الكريم باستخدام هذه التقنية فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. لكن وجدنا هناك فئة من الشباب والبنات استخدموا هذه التقنية فيما يغضب الله سبحانه وتعالى، سواء في تويتر أو في الواتساب أو في برنامج كيك أو في بلاك بيري وغيره من التقنية الحديثة. أخواني الكرام، الله سبحانه وتعالى أعطاك ودلك على أمر عظيم، وهو أحبتي في الله دعوة الناس للخير. وأنت الآن يعني في بيتك وعلى جهازك تستطيع أن تدعو العالم كله وأنت في مكانك وأنت في بيتك. يا الله، كم من الأجور تأتي يوم القيامة وإذا بجبال من الحسنات أنت لم تفعلها ولم تعملها، ولكن هذه الحسنات بسبب رسالة، بسبب مقطع دعوي، بسبب كلمة قلتها في تويتر أو في الواتساب، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، فبلغت الآفاق. فيا أخي الكريم، أختي الكريمة، لابد أن نستخدم هذه التقنية فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. وأحذرك يا عبد الله وأنت يا أمة الله من استخدام هذه التقنية الحديثة استخدام سيء، لأني أنا وأنت في الدنيا والله أيام ثم تموت يا عبد الله، أيام موت يا عبد الله، موت يا عبد الله، ثم تموت يا عبد الله. وأنت أيها المغرد، أنت يا من نشرت مقطع في الواتساب سواء كان أغنية أو مقطع فاحش أو صور عارية، فوالله لا تجد وزر هذه المقاطع وما نشرت يا عبد الله وأنت في قبرك. فماذا تقول لله سبحانه وتعالى لما تأتي يوم القيامة وتشاهد تلك السيئات، سجلات عظيمة بسبب مقطع؟ الآن شخص لو ينشر الآن مقطع أو أغنية إلى 10، العشرة تم إرسالها إلى 10، 10 في 10 كم؟ 100، 100 في 100 كم؟ 10,000، و10,000 في 10,000 كم؟ إلى مليون. تخيل يصل هذا المقطع بعد أيام إلى مليون شخص. تتحمل مليون سيئة تكون في ميزان سيئاتك يوم القيامة، ثم تقف بين يدي الله يوم القيامة ويعطيك الله كتابك، وتأخذ هذا الكتاب ويقال لك: اقرأ كتابك، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فتقرأ هذا الكتاب فتجد مقطع نشرته في يوم كذا وكذا في ساعة كذا وكذا، وانتشر هذا المقطع إلى فلان وفلان 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 في جميع الدول. كل هذا مسجل عليك يا عبد الله. شخص أحبتي في الله، شاب من الشباب توفي في زهرة شبابه وهو داعية إلى الله سبحانه وتعالى، كان يوزع مطويات وأشرطة نافعة ينفع بها غيره. فهذا هو المسلم، لابد أن يكون مبارك أينما كان. يوم من الأيام مات هذا الشاب، تعرض لحادث ومات. أمه رأت فيه رؤية في المنام في ذلك الابن الذي كان يدعو الناس إلى الخير، فقط يوزع مطويات وأشرطة سيديات. ورأت أمه رؤية في المنام في ذلك الابن أنه في قبره ولابس الإحرام ونور يسطع من القبر إلى السماء. فدقت هذه المرأة على مفسر أحلام، قالت: يا شيخ أنا رأيت كذا وكذا وكذا. فأثنى الشيخ خير على هذه الرؤية، قال: ما شاء الله ما شاء الله، هذا الابن كان داعية يدعو الناس إلى الخير، والآن تأتيه الحسنات وهو في قبر. الله أكبر. والإحرام أي لابس أنه لم يحج فحج عنه. يا الله، كم من شخص الآن في قبره وتأتيه الحسنات. أنا أحذرك يا عبد الله
وأنت يا أمة الله من السيئات الجارية. والله الله يا عبد الله بالحسنات الجارية. لما أتى رجل في يوم من الأيام قال: يا رسول الله، من أكيس الناس؟ من أذكى الناس؟ قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. فالله الله باستخدام التقنية فيما يرضي الله سبحانه وتعالى حتى تأتي يوم القيامة وأنت داعية عظيم عند الله جل وعلا، ومعك كثير من الحسنات بسبب دعوتك خلال هذه التقنية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم مفاتيح للخير مغاليق للشر. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.